السلام عليكم، أتمنى الجميع بخير. متابعينا الكرام، في البداية حبيتكم كامل تفتخروا بالوطنية والجزائر تاعكم والجيش الوطني الشعبي اللي راه يعمل في صمت وفي ظروف صعبة جدا من أجل الوقوف أمام قبائل الأفارقة اللي راهم زاحفين نحو الجزائر وشمال إفريقيا بدون تأشيرة وبطرق غير قانونية. في البداية كل واحد فيكم يدير لايك باش العالم كامل يشوف عظمة الجزائر، لأنه يا خوتي بعد هذا الخبر راح تزيدوا تفتخروا بهذا الوطن الغالي ورجال الخفاء اللي في كل أزمة تلقاهم يبدو الوطن بالغالي والنفيس. كما شفتوا مؤخرا الجيش الوطني مرابط على الصحراء ضد زحف الأفارقة وأرجع قبيلة كاملة وأجهض مخطط خطير لضرب الجزائر زعيمة شمال إفريقيا. زاد الحق ليهم الدرك الوطني الشرطة الجزائرية. اليوم ثاني جاتنا صور التحاق رجال الحماية المدنية من أجل ضمان تنسيق أمني محكم ومنظم لإرجاع المهاجرين وضمان صحتهم. الصراحة تنظيم رائع من السلطات الجزائرية اللي راها تقدم في درس كبير للعالم عن ممارسة السيادة التامة على أراضيها حتى في إرجاع المهاجرين تضمن سلامتهم وصحتهم. هنا تعرفوا خاوتي باللي الجزائر حاجة كبيرة، مشي عكس بعض الدول حتى تصدي للهجرات الغير منظمة، توفر كل الإمكانيات والكفاءات اللي حتى أكبر الدول ما تقدر لهاش. ألف شكر للجيش الوطني ورجال الأمن اللي راهم صارين على حماية البلاد، والسلام عليكم.